رواية خيال علمي وفيها بناء عالم وحبكة أساسية بتبدأ تقريبا من صفحة 200. هل يعتبر خطأ؟ وهل ممكن القارئ يحس بالملل؟ أنا حاولت ألمح الحبكة من بدري، كتبت مقدمة قوية، بعد كده رجعت بالأحداث للماضي عشان أوصل لمشهد المقدمة. أنا لسه كاتبة مبتدئة، فهل في نصيحة بخصوص التوازن بين التمهيد وبداية الحبكة؟ عزيزتي الكاتبة، أكيد. الحقيقة النص اللي انت عملتيه صح، والنص اللي انت عملتيه محتاج بس تعديل بسيط في الاستراكشر اللي هو الهيكلة الرواية بتاعتك. فخليني احكي لك دلوقتي. النص الحلو جدا ان انتي بدأتي بالفلاش فورورد. يعني ايه فلاش فورورد؟ يعني انا جبت حته من المستقبل حطيتها قدام عشان ارشد القارئ بتاعي لحد ان هو يسأل نفسه كده ايه هو ايه اللي حصل عشان نوصل للنقطه دي واحده من التكنيكس الحلوه جدا اللي ابدا بيها الروايه بتاعتي عشان اقدر ان اجذب القارئ. ولكن بدايه الحبكه من صفحه 200 دي صعبه جدا. ليه بقى؟ 200 صفحه اصلا هي روايه. يعني انتي في السوق هتلاقي روايات اقل من 200 صفحه، فانا اكني بقول له اقرا الروايه دي عشان ابدا الروايه بتاعتي بقى، فده هيكون صعب. طيب هل معنى كده ان انا امسح يعني 200 صفحه؟ لا، بس هنعيد هيكله الروايه. هفهمك ازاي. اول حاجه هنعملها هي تحديد اهم المشاهد. هتفري في الروايه بتاعتك كده. بعد كده كل مشهد انت شايفاه مهم جدا ما ينفعش يتمسح، انت شايفاه من وجهه نظرك ان هو حلو او القارئ لازم يعدي عليه او هتحدديه. حلو. بعد كده اول نقطه او اول مشهد انت حددتي ان هو مهم، هو ده هيكون البدايه بتاعتك. انا هبدا من اول النقطه دي. طب اللي قبل كده واللي بعد كده هنبدا بقى اعاده الترتيب والهيكله. هديكي مثال عشان اوضح لك الموضوع وانت هتطبقيه على الروايه بتاعتك. فهو مثلا انا مشاهد روايتي ماشيه كده. اول حاجه حطيت الفلاش فورورد، انا جبت حته من قدام كده ماشي ماضي البطل. بعد كده بدايه بطيئه شويه مثلا وهو بيصنع سيف بيحميه. يعني هي روايتنا حاجه فانتازيا خفيفه كده. بعد كده بدايه الحبكه بقى، يعني السيف ده حاجه مهمه جدا في المملكه بس اتسرق وهو المتهم الاولاني. هعيد بقى هيكلة ازاي. اولا البدايه بتاعتي هي حلوه جدا فانا هسيبها زي ما هي اللي هو الفلاش فورورد. الحاجه التانية بقى ان انا هبدا الحبكه من اول ان السيف اتسرق. شايفه ده كان فين؟ انا جبته هنا. حلو. بعد كده هنبدا بدايه يوم عادي قبل ما الحراس الملاكين يحاولوا يقبضوا عليه. بعد كده هنحط ان هو رايح شغله عادي جدا، ولكن اول ما يوصل الشغل يتقبض عليه. هيجي وراها ايه؟ ان هو مثلا هيهرب، هيتسجن، ايا كانت بقى روايه انت حابب ان انت تمشيها زي عزيزي الكاتب. وبعديها هحط الجزء اللي انا كنت حاطاه في الاول قبل اول نقطه مهمه بالنسبه لي، هشفتها بقى لحته قدام اللي هو مثلا انا بفترض ان هو ماضي البطل. حلو. طيب انا كده عملت ايه؟ انا بدات بمشهد قوي، كملته ببدايه قويه. بعد كده وصلنا لمرحله ان القارئ بقى عنده فضول وعنده استعداد ان هو يعرف اكتر مثلا عن البطل والماضي بتاعه، فقمت حطهوله في الوقت المناسب. البداية بتاعتي ودي عملت عليها فيديو قبل كده تقدري ترجعي له. البداية بتاعتي لو قوية القارئ هيكمل معاكي على الأقل التلت الأولاني من الرواية، وده هيكون نجاح. احكي لي بقى عزيزي الكاتب، من وجهة نظرك التوازن بين التمهيد وبداية الحبكة ممكن أعمله ازاي بطريقة مختلفة عندي؟